فينا نحكي عن أجسامنا شوي؟ إنه هن لشو؟ أنا يلي بشوفه على السوشيال ميديا إنه ناس بتشتغل على أجسامها لناس تانية تطلع عليها لحتى تكسب لايكس وفولورز وكل هالأخبار، وحتى إذا مش هيك لنكسب انتباه المجموعة ونبرز عن حالنا أكتر. بس خلينا نشوف إذا في هدف أكبر من هيك لأجسامنا. كل واحد منا مخلوق ليحقق هدف معين هون على الأرض. الله يلي خلقنا عطانا هذا الهدف، وأجسامنا هي وحدة من الأدوات اللي بنستعملها لنحققه. بس الخطية دخلت على قلب الإنسان وغيرت الطريقة اللي بنشوف فيها أجسادنا وأجساد غيرنا. صرنا نتطلع على أجساد غيرنا ونرغبها ونشتهيها، وهيدي منا طريقة صحية لننظر فيها لبعض. في محل للانجذاب الصحي أكيد، بس المشكلة بالرغبة وبالشهوة إنه بتسلع الشخص وبتقلل من قيمته. بيصير الشخص الآخر أقل من إنسان، بيصير غرض نحن بدنا إياه. من هون اجت الحشمة كطريقة لتساعدنا نرجع نتطلع على بعض بطريقة صحية أكتر. بس في شغلة هون لازم نشير لها. بالتفكير المسيحي وبالكتاب المقدس ما في سيستم للحشمة يونيفرسال بيطبق على الكل بكل الثقافات والسياقات. ما في مطرح بيحكي عن لباس معين أو تصرف معين لازم نعمله ونعتبر محتشمين. بس في شغلتين واضحين مذكورين بهذا الموضوع نحن لازم ننتبه لهم. الرسول بولس شجع المرأة انه تركيزها ما يكون على إثارة انتباه الناس بالثياب والاكسسوارز والمظاهر. يسوع بس حكي عن هذا الموضوع اتحدى الزلمة اللي عم يتطلع على المرأة وقال انه مجرد انك فكرت فيها انت عم تزني. وهذا الشيء بينطبق على الكل، منه حصر للجندر معين. وهون الأساس، مع انه عنا الحرية نلبس اللي بدنا اياه، عنا مسؤولية تجاه بعض، ولازم قراراتنا بلبسنا وتطلعاتنا تعكس هذا الشيء. السؤال انا وعم نقي شو بدي البس اليوم او انا وعم قرر اذا بعمل فولو لشخص على السوشيال ميديا هو هل هذا الشيء بيبنيني وبيبني الاخر او لا؟ اذا حبيتوا الفيديو وبتحبوا تشوفوا اشياء اكتر بليز اعملوا لنا لايك وسبسكرايب. اذا بتحبوا تحكوا معنا شخصيا عن هذا الموضوع اكتر فيكم تشوفونا على انستغرام على @YFCVibes.